السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان مبارك على الجميع. بمناسبة رمضان حبينا نعرف ايه سبب العداء التاريخي اللي موجود بين الاهلي المصري والهلال السوداني. هل يا جماعة الاهلي مثلا راح اتجوز الهلال السوداني فاصبح الجمهور بيعامل الاهلي ان هو جوز امهم فاصبح في خلافات اسرية؟ لا، القصة مش كده. القصة تعود لسنة كام؟ لسنة 87. سنة 87 ايه اللي حصل؟ في نهائي في بطولة افريقيا بين الاهلي والهلال السوداني. المباراة الذهاب هتلعب في الخرطوم. الاهلي في المباراة ديت قدر ان هو يطلع قدام ملعب كامل الساعة وممتلئ قبل المباراه ب9 ساعات 0-0. فبالتالي اصبح مباراه الاهلي في العوده هتبقى اسهل، ان هو قدر ان هو يطلع بشباك نظيفه في مباراه الذهاب، وفي نفس الوقت عنده جمهور هيبدا يساعده في مباراه العوده. طيب ايه اللي حصل؟ اول 5 دقائق يا مسلم الاهلي بيسجل جون عن طريق عرضيه من جهه اليمين، لاعب المريخ سجلها في مرماه. وكانت طبعا يعني انت عايز اكتر من كده؟ اول 5 دقائق بتجيب جون. تاني حاجه، ايمن شوقي جات له في الدقيقه 42 عرضيه من ناحيه الشمال في نفس الزاويه في نفس المكان، ما رحمش، جاب الهدف الثاني. فبالتالي الاهلي خلاص اصبح قريب جدا من اللقب. الاهلي بيحسم المباراه في الشوط الاول، فبالتالي الاهلي خلاص فايز. القصه مرتبطه بالمباراه ديت؟ لا، في حاجه حصلت بعدها سنه 89. ايه اللي حصل بقى سنه 89؟ المريخ السوداني. ايه اللي قصه المريخ السوداني؟ خد دوري ابطال افريقيا في السنه ديت، واصبح الغريم التقليدي للهلال بيفوز باللقب. طب احنا كهلاليين ايه وضعنا؟ المريخ بطل قاري. لا، المريخ فضل يحاول لحد ما وصل للنهائي سنه 92. ايه اللي حصل في سنه 92؟ نفس السيناريو اتكرر. الهلال بيلعب على ارضه في الخرطوم 0-0، راح هناك المغرب اتلب 2-0 وبالتالي خسر اللقب. طيب احنا عايزين يبقى احنا عندنا لقب زي المريخ، نعمل ايه بقى؟ نعلق فشلنا على الاهلي. اصل احنا كان لنا ضربه جزاء ما اتحسبتش، اصل احنا كان لنا كورنر ما لعبناهوش، اصل احنا كان لنا اوت نسينا نلعبه، فبالتالي الاخفاق هنا يسجل على الاهلي. انت متخيل يا عزيزي المشاهد احنا في سنه 2023 ايه اللي حصل بين الهلال والمريخ؟ المريخ ما عندوش ملعب يلعب عليه بسبب اشتراطات اختلاف الموجوده على كل الملاعب. انت لازم يكون عندك ملاعب امنه، مدرجات كامله، كراسي كامله، ففي اشتراطات موجوده. المريخ مش لاقي مباراه يلعب عليها، ارضه مش سامحه بالموضوع ده. ايه فين القصه؟ يلعب على ملعب الهلال. حصل بينهم خلافات. المريخ لعيبه اسف اداره الهلال ما خلتش المريخ يلعب على ارضها، قالوا لا روح العب في حته ثانيه، شوف لك مكان ثاني. راح لعب مباراته في ليبيا. انت متخيل يكون عندك فريق من نفس بلدك عايز يلعب على ارضه ويستغل ارضه يروح يلعب في ليبيا؟ ازيدك من البيت شعرا، اطهر الطاهر لما ضيع ضربه الجزاء الحاسمه اللي كانت موجوده في مباراه صن داونز. متخيل ضربه جزاء هتيجي جون الاهلي يطلع الهلال يعدي؟ ايه اللي حصل؟ اطهر الطاهر ضيع الكوره. ايه اللي حصل؟ اطهر الطاهر لعيب في المريخ بنشر على صفحته الخاصه اهو، مش الاهلي بقى اللي وزه والاهلي اللي دافع له، لا، اللي حصل بقى ان ايه؟ اطهر الطاهر بيقول لك انا تعرضت لكميه سباب ووصل امر للتهديد بالقتل بسبب ضياع ضربه الجزاء. يا جماعه بتحصل في كره القدم، انتوا ليه مش متقبلين الخساره؟ او ليه انت مش متقبل ان انت مش يومك، ربنا مش كاتب لك التوفيق، ربنا الكوره مش عايزاك، هتعمل ايه طيب اكتر من كده؟ فبالتالي يا جماعه الخلاصه، ما تعلقش فشلك على الاهلي، ما تعلقش فشلك على بطل افريقيا. انت بتتكلم عن فريق محتكر كل البطولات في افريقيا، محتكر يعني فريق واخد 10 بطولات دوري ابطال افريقيا غير السوبر الافريقي. فبالتالي الاهلي علامه فارقه في كره القدم. انت لما بتيجي تقارن نفسك مع الاهلي لازم تبص لبطولاتك ايه. فانت بتبص لغريمك التقليدي ان هو واخد بطل افريقي وانت ما انتش واخد، فتروح تعلق فشلك على مباراه سنه 87 انت خسرتها.